ممكن تبوس في سياق الدراما. ممكن ابوس في سياق الدراما، يعني ايه اللي يحصل؟ مش بلد السوري ولا بلد الفلسطيني ولا بلد اللاجئ اللي عندك اليمني. يوم ونس يوم ونس ساعة شباب ملنا. انا عرفت الشيعة ماسكين في المذهب ده ليه؟ بيقول لك جواز المتعة ساعة. حبايب قلبي ايها الفهم العظيم، وحشتوني. او في مقولة اخرى والله اشتقنا. طبعا مع فيديو النهارده رياكت وفي رد انتوا طلبتوا ان انا ارده، مع اني مش كنت حابب ارد، والرد ده هيكون في اخر الفيديو. انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله في منشنز كتيرة جدا. كل ده عبث. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تيجي على الانستجرام، تروح للقناة الثانية عشان هينزل على فيديو قريب. ممكن تبوس في سياق الدراما. ممكن ابوس في سياق الدراما، يعني ايه اللي يحصل؟ دراما يا جماعه، ما احنا ممثلين برضو في الاخر. طالما في سياق الدراما يبقى معلش بس انا في جزئيه مش واصلاني. يعني ايه ما احنا ممثلين يا جماعه؟ رخصه؟ يعني البوس حرام لينا كلنا الا الممثلين؟ يعني ايه ما احنا ممثلين يا جماعه؟ اصل بسبب كلمه زي دي واحد هيرقص مراته على تيك توك؟ ما احنا بنقدم كونتنت يا عم. وعلى كده بقى اللي بيشتغلوا في الدعاره بيرزقوا بيسعوا على اكل عيشهم. ايه ما احنا ممثلين يا جماعه دي؟ طب بقول لك ايه، ترضاها لاختك امك في سياق الدراما؟ ايه يا عم مالك؟ هنجيب مامة حضرتك او اخت حضرتك تتباس في سياق الدراما طالما الموضوع عادي وما هو تمثيل يا جماعه. اعرف اللي احنا فيه ده. بعده أنا دفعت امبارح 80 جنيه عشان تدخل في مسكت. المفروض المسلمين مش بدفع تذكرة عشان دخل أي مسكت. أنا مش بروح عشان أعمل سياحة، أنا عايزة تدخل مسكت وبيقولي لا في تذكرة. هو دي الورق دي أنا قبل الإسلام، تمام؟ دي الورق اللي أنا أسلمت في الأزهر، أنا مسلمة الحمد لله. طبعا اهلا بيكي. دي ايه اهلا بيكي؟ انا قاعد في بيتنا. المهم الفكره بس في ايه؟ ان المكان الاثري بيتزار بفلوس، لكن مفيش مساجد في مصر بيدفع لها تيكت غير لو كانت اثريه، فهو بيكون الدفع علشان هو مزار سياحي مش مكان للصلاه، لكن محدش هياخد فلوس على مكان للصلاه. وبعدين مثلا ما احنا عندنا الحج، والحج فريضه. هل الحج ببلاش؟ ده تصريح دخول الحج دلوقتي ب 4000 ريال تقريبا. اقعد خلينا ساكتين، هنتحبس انا وانت. فين هات اللي بعده؟ الايه سيدنا علي ايه؟ إن ذكر بالقرآن 100,000 مرة. هي ايه اللي ذكرت بالقرآن 100,000 مرة؟ علي بن أبي طالب إن ذكر بالقرآن 100,000 مرة. طيب جميل نعم. قوي. هو قرآن كم آية أصلا؟ عدد آيات القرآن كله أصلا اللي هي لا تتعدى 6203 أو 230، ده من غير ال 112 بتوع البسملة. هو ذكر فيهم 100,000 مرة. هاو؟ كيف؟ هي أي مزايدة وخلاص؟ يا جماعة في مفهوم مغلوط كده عند بعض الشيعة إن هم بس اللي بيحبوا أهل البيت والباقي لأ، مع إن لو سألت المتصل ده قلت له اسم الإمام علي بن أبي طالب بالكامل مش هيعرفه، مش هيرد عليه، هيقول لي علي بن أبي طالب ويسكت. وحصلت كذا مرة مع الشيخ وليد إسماعيل، أنتوا حتى مش عارفين اسمه. هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن لؤي والى اخر الاسم. فانت هتزايد مين؟ هتزايد في ايه؟ طيب حب اهل البيت كلنا بنحبهم، في معرفتك باهل البيت لا، عمرك ما هتشركهم مع ربنا في حاجه، ولا تقول لي اشفيني ولا تقول لي ارزقني ولا اي حاجه من الحاجات دي. اللي بعده الله يكون في عون الشيخ وليد. بسم الله. من هذا؟ من الطارق؟ ايه ده؟ انا شفت صح وانت شفت صح وكلنا شفنا صح. واحد بيقول ده اخره التعاطف. يا جماعه اي حاجه هتزيد عن حدها هتتقلب ضدها. هو الراجل دلوقتي بيكبر في ودن الناس عشان ايه؟ ما اعرفش. يعني انا بحاول احسن الظن باي طريقه. والله ربنا يسترها علينا. ايه ده؟ يعني ايه مصر للمصريين؟ كتير بيسالوني يعني ايه مصر للمصريين؟ يعني مصر يبقى بلدك انت، مش بلد السوري ولا بلد الفلسطيني ولا بلد اللاجئ اللي عندك اليمني ولا بلد اللاجئ العراقي ولا فلان ولا علان ولا ده ولا ده. بلدك انت. ولا بلد السوداني 8 مليون 200 الف سوداني. بلدك انت يا مصري. المصري مين في عرفي؟ مش اليهودي زي بقول لك لا سب اليهود قصده اليهود، لا قصد المصريين اللي هم انت، اللي هو المصري ابا عن جدا، اللي هم 105 مليون مصري اللي عايشين حالا، مش المتجنسين، مش اللي السيسي اداهم جنسيات ولا مرسي اداهم جنسيات، لا. حسبي الله ونعم الوكيل. طب بقول لك ايه، هي مش مصر المصريين؟ انت قاعد في الامارات ليه؟ ما تيجي. مش مصر المصريين؟ خلاص الامارات الاماراتيين. قاعد هناك ليه؟ وقاعد هناك كمان وفاتح مركز تجميل. فهمني قاعد هناك ليه؟ اقنعني. طبعا يا جماعه بمناسبه الفيديو اللعين ده، جمهوريه مصر العربيه فتحت الفيزا مجانا للسوريين في شروط معينه، ان هو يكون معاه جواز السفر ومش عارف ايه كده، وب 25 دولار برضه في شروط معينه. يعني في الحالتين شبه مجانيه. تنوروا بلدكم الثانيه مصر. سيبك من الاشكال دي. هو اصلا مش قاعد في مصر. مش فاهم ايه ده؟ بلاوي تتحدف علينا منين بس يا رب؟ ما الذي يخسره الشيعي إذا أصبح موحدا مسلما سني؟ ما الذي يخسر؟ ما يخسر غير المتعة. وسأل إذا ما كان في استطاعة رجل الدين عقد زواج متعة. شنو أقصر مدة أقدر أتزوج بها؟ يوم ونس ساعة
انا عرفت الشيعة ماسكين في المذهب ده ليه. بيقول لك جواز المتعة ساعة وينفع بالتليفون، يعني تاخد صاحبتك وتدخل الأوضة يا شيخ معلش عايز اتجوزها ساعة بس. بجد ايه ده؟ اللي بعده ضحكوا علينا الناس والله. اللي بعده محدش يتكلم عن ديانته صراحة غير أرن شوجر وتاعه. شوجر مين هو؟ أرن قال في حفلة أغنية اللي اتعملت السنة اللي فاتت 2020 قال أنا ما عنديش ديانة لكن الحمد ربنا على 2020 وعلى الطول اللي قدموا على بره، إنه يعني إنه ولادي مش واحد. انا زهقت يا جماعه من موضوع BTS او موضوع التعلق المرضي باي فنان عامه. ناس كتير بتدافع عنه دفاع مستميت لمجرد ان هو قال في ربنا بس انا مش هعبده، لا ديني. يعني احنا بنعمل الذنب وبندافع عن الذنب وبندافع عن اللي بنعمل الذنب ضد اللي بينصحنا من اللي بيعمل الذنب. الشيطان نفسه ما خدش المعركه دي. اللي بعده ولا دي؟ احنا بتوع كتاب، احنا بتوع تجربه بشريه روحيه بتتخذ المشايخ عنوانا لها ومرشد. عجبك مش عجبك محدش ضربك على ايدك، جوت وهنا اذهب الى الجحيم. طب هنعمل ايه انا دلوقتي؟ كل حاجه مناقره في ايه؟ وهذا ورد عن رسول الله ويتنفلك كده خلفان بيفكرنا بجماعه كانوا عندنا هنا قبل سنه 48. ايه في ايه؟ هو الفيديو ده تعليق الوحيد لي بعد اذن فضيله الشيخ علي جمعه انه يعتذر عنه، بس مفيش حل تاني، مفيش اي حل تاني. اي طالب علم من حقه يسال ما هو الدليل وما هو الاثبات وصحه الدليل وصحه السند. بس الناس دي لو ما اتحققتش كانش هيبقى في قران وسنه، كانش هيبقى في حديث صحيح وحديث ضعيف. كان اي حد عنده شويه علم او شيخ او في منصب هيقول كلام المفروض الناس تصدقه وخلاص. فلو انت بتاخد كلام من ورا اي حد روح اسال عنه بنفسك ولنفسك ودور على السند ودور على الدليل ودور على صحه السند عشان مفيش حاجه مضمونه اليومين دول. طب يا جماعه نيجي بقى للموضوع بتاع ان في شخص انا بحترمه جدا اتكلم عن الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن انتهاك الحرمات وهكذا. الموضوع ده هيفضل عامل قلق وناس كتير هتكلم عنه ومش هيقف الكلام عنه. انا هقول الكلمتين دول عشان هوقف الكلام عنه. طريقه شرح الحديث اللي هو شرحها هي صحيحه ودي اللي موجوده على الانترنت ودي اللي موجوده في كل حته. يعني مثلا هو كاتب عندي اخي الكريم شرحه لكلام ابن عثيمين خطا وقد نسبت له كلاما لم يقله فلم يقل ان الانتهاك هو استهانه ونفي العقاب. ليتك تحذف هذا الجزء من مقطعك وتوضح انه خطأ منك، فكل فعل لذنب هو انتهاك لمحارم الله. خلوا بمحارم الله انتهكوها هي مش ذنوب الخلوات نهائيا ومش اي ذنب هو انتهاك لحرمة الله. واحدة واحدة مع بعض. خلوا بمحارم الله انتهكوها عقابها كبير قوي، فمش كل مرتكب ذنب عقابه ان كل اعماله هتروح على الارض، لا لازم تكون نفاقا وده يكون انتهاك. ليه ما قالش ارتكب؟ ليه ما قالش فعل؟ ليه ما قالش قام؟ ليه ما قالش هم؟ الحديث بيقول ان الاقوام دول بيجوا بجبال من الحسنات تهامة بيضاء، يعني حاجه كبيره جدا وحاجه جميله جدا وبتروح هباء منثورا. ليه هم عملوا ايه؟ عملوا ايه عشان كل ده يضيع؟ ما الجزاء من جنس العمل. لا فهمني، اكيد حاجه كبيره. خلينا بقى مع الجزء الكبير قوي كده من الحسنات. عايزين بقى الحاجه الكبيره للناحيه دي. والله ان هم بيسمعوا اغاني باستمرار، والله بيرتكبوا ذنوب، نعم بينتهكوا محارم الله. لفظ الانتهاك، انتهك حرمه الله اي نقض العهد وغدر بالمعاهد. الكلام ده فين؟ الكلام ده في معجم المعاني الجامع. حضرتك عارف لغه عربيه كويس جدا، دور على لفظ الانتهاك. لو تساوى مع لفظ فعل او ارتكب او هم او اي حاجه من دول تعال قول لي وانا هقول لك انا غلطان وهشيل الفيديوهات عادي جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايوه هو المنافق اللي لما بنشوفه بيقيم معانا الليل وبيصلي وبيعمل الى اخره هو ده. طب وبيروح للشياطين بيستهزئ انما نحن مستهزئون. ايوه فرموه. طب انت عامل مشكله ليه؟ ما هو في الحالتين ذنب وفي الحالتين لازم الراجل يتوب عنه. اقول لك عامل مشكله ليه. دلوقتي الشخص ده من الفيديو بتاعه لو مات على الذنب ده فكل اعماله هباء منثورا، سواء بقى كنت منتهك ومتعمد او مش قادر وشهوتك غلبتك. انت في الحالتين رايح في 60 داهيه وده خطا تماما وليس تبريرا للذنب. يعني مش معنى كده ان انا بقول لك روح اذنب، هو مش هيعدي بس مش هيكون بالشكل ده. ليه؟ لو انت بتخاف ربنا، مش لو انت منتهك لحرمات الله. ما بقولكش مفيش نار، لا في نار، انما تبقى بتصلي وبتتصدق
وتأتي بجبال حسنات تهامة بيضاء دون أن تنتهك، فلا هنا نقف. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قال إيه؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عملها خير خلاص انتهينا. التاني عملها نفاقا رياء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالملي الأغنية اللي أنت بتسمعها هتفتكرها، البنت اللي أنت بتكلمها في التليفون بتسهر معاها طول الليل، تخيل المشهد كده، هتبقى واقف بالمكالمة دي قدام ربنا، فعلت كذا فعلت، ومش هتقدر تنكر وهتتحاسب عليه. الشتيمة هتتحاسب عليه، كل حاجة هتتحاسب عليه. محدش أنكر خالص الحساب، محدش أنكر إن مفيش نار، محدش أنكر إن أنت هتتحاسب على ذرة تحاسب عليه. ولكن محدش يقدر في الدنيا يقول لك ان انت تعطي الله حق قدره وتخاف الله بالغيب، زي ما اتقال كده في الحته اللي حضرتك جريتها بالماوس قدام عيني لابن عثيمين وهو بيقول لا يخاف الله بالغيب. حضرتك جريتها تقول ان انت بتخاف الله بالغيب وكل ده وكل حسناتك هتروح على الارض عشان انت بتعمل ذنب. انا مش بقلل لك من قيمه الذنب، انا بعظم لك من رحمه ربنا ومغفرته. ان الحسنات يذهبن السيئات مش العكس. وعلى فكره يا جماعه انا موضح كويس جدا في الفيديو بتاعي ان راي العلامه ابن عثيمين تحت، لكن اللي انا قلته ده مش راي العلامه ابن عثيمين. لو انت راجل بتدخن يا سيدي من ورا ابوك وعارف ان التدخين حرام ومش قادر تبطله، ادمنته، كل فين وفين تروح سيجاره، مت يا سيدي وانت ما توبتش عن الذنب ده، بس انت ما بتصليش نفاقا، ما بتتصدقش رياء، كل حاجه خالصه لوجه الله. تقول لي بقى ان كل اعماله كده خلاص وهو في النار عشان بيشرب سجاير مش قادر يبطلها، او بيعمل عاده معينه مش قادر يبطلها، او الى اخره. طب دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نساعده ان هو يبطلها، اقول له ان ذنبها عظيم وانك ما تستهينش تموت على معصيه. وزي ما قلت وذكرت التوبه، وهو كان بيقول بديهي كده ما تقول له يتوب، ماشي ما انا ذكرتها بس حضرتك شلتها، واروح لربنا واتوب. ربنا قال حرام، هي حرام بس انا ما قدرتش، انا الشيطان غلبني، فيا رب توب عليا، ويا رب كرهني في الذنب اللي انا بحبه، يا رب كرهني في الذنب اللي انا متعود عليه. شتان الفارق. طب انا هنا كده يا فرماوي وانا بعمل الذنب بقى وبتوب ومش عارف ايه والدنيا جميله وزي الفل، انا كده في الامان؟ يا ابني ما انت بتعمل ذنب برضه، يعني انت حاول تبطله. وفي الاخير نقدر الجميع ونحترم الجميع ان شاء الله. يا جماعه كلنا قلوب نعقل بها. طب يا جماعه والى هنا انتهى لقاؤنا وسلام.